السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البوتفور. هلت كده روايح العيد والحياة الحلوة بتاعت العيد. فهنعمل النهاردة البوتفور بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان بمقدار الكوباية عشان ما تتوهوش. مقدار سهل وبسيط خالص زي ما انتم شايفين كده. يلا مع بعض نشوف الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة خالص. أتمنى من حبايب قلبي كمل الفيديو للآخر، إن شاء الله في تفاصيل كتير إن شاء الله هتفيدكم. كوبايتين من السكر البودر. الكوبايه اللي هعاير بها السكر هعاير بها الزبده وهعاير بها الدقيق، هي نفس الكوبايه مش هغيرها. هحط 3 كوبايات كبار من الزبده في نفس الكوبايه اللي انا عايرت بها السكر. ده المقدار اللي البوتفور مش دايب خالص يعني، وسط. لو عايزه دايب خالص بتحطي نص كوبايه كمان من الزبده، يعني 3 كوبايات ونص زبده. عشان بس اعرفكم ده مش دايب خالص، ده مش دايب لدرجة ان انت تاكلي منه واحدة او اتنين وخلاص، لا ده دايب. ده طريقته تاكلي 5 6 ما تزهقيش. زي ما انتم شايفين كده حطيت 3 كوبايات من الزبدة على كوبايتين من السكر، وبضربهم كويس كده لحد ما اللون بتاعهم يفتح خالص. هيديكي كده لون كأنه ابيض يعني. شايفين؟ معلش هو ممكن ياخد وقت معاك شوية، بس لازم نوصل لدرجة اللون ده من العجين بالظبط. تخلي الزبدة والسكر يتجانسوا مع بعض، يديكي تحس ان هو عمل فوم كده، تحس ان هو علي يعني كتر كمية حجمها تضاعف. عندي 5 بيضات، هنزل بالبيض كله، مش هعزل، مش هحط صفار لوحده وبيض لوحده، البيضة كاملة. هنزل بالخمسة كلهم، كل واحد كل شوية كده هنزل بواحدة. هدخلها في العجن وارجع تاني، يعني هكمل البيض بطريقة سهلة وبسيطة خالص كده. بيتفور سهل جدا، مش هياخد معاكي وقت كمان، وهيطلع معاكي ان شاء الله زي الفل، والنتيجة ان شاء الله هترضيكم زي ما انتم شايفين كده. هنزل بمعلقة كبيرة من الفانيليا علشان ريحة البيض. لو عندك فانيليا سايلة حطي. حوالي رشة ملح، يعني على طرف المعلقة كده ملح. هنزل ب6 كوبايات من الدقيق، هنزل بكوبايتين كده الاول واحاول ان اخلطهم بالعجين، وبعد كده هنزل بالكميه كلها. طبعا العجين انا الدقيق انا نخلاه. وحاولي وانت بتعجني ما تكتريش في العجين. العجين البوتفور ما بنخدمش يعني، يا دوبك بس تدخلي المكونات كلها مع بعضيها، تخلي المكونات كلها العجين مع السكر مع الزبده مع كله ياخد آه، يعني ما تداريه كده، يعني بتحاولي ما تلتهوش وتديله حقه كده في العجن، لا انت بتلمي المكونات كلها على بعضيها بالطريقه دي. هغطيه كده على طول، هنشكل على طول، مش بياخد مثلا يستريح او اي حاجه خالص. عندي هنا مكنه بيتي فور مش غاليه، شارياها 130 جنيه بس. كان عندي واحده تانية بس مكسوره. آه، دي صراحه بتسعف معاكي، ما بتاخدش معاكي وقت خالص في العمل، يعني الكميه كلها ما بتاخدش معاكي نص ساعة كده من الشغل. تسوية وتقطيع وكله يعني. وبتطلع معاكي الأشكال حلوة بصراحة. المنظر أو الشكل اللي انت حباه بتعملي بيه. الفرن شغال على درجة حرارة هادية خالص، بتشغلي من تحت بس على درجة حرارة هادية خالص، علشان هو ما بيحبش النار العالية. بتخلي بالك كل شوية بتبصي على الفرن. آه، بتراكبي يعني، اول ما بياخد لون من تحت خلاص على طول بتطلعي، وبياخد شويه كده بتسيبيه حوالي دقيقه في الصينيه، وبتهزي الصينيه بيطلع معاكي بكل سهوله. هنا خلصنا. هنا اللون البني ده انا عملته، حطيت شويه من العجينه، حطيت عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام. قلبتها كده في بعضيها، ما حطيتش عليها اي حاجه خالص الا الكاكاو الخام بس. قلبتها في بعضيها وادتني اللون ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا التزيين في الاخر يرجع لك، اي حاجه انت عايزه تحطيها، يعني لو ما بتحبيش الشوكولاته بيضه حطي شوكولاته سمراء، ما تحطيش السمراء حطي بيضه، المتاح عندك زيني بيه. بحط كده من
بحط من الشوكولاته بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين في النص، وبلزجهم على بعض، وبعد كده بكمل بحط شويه شوكولاته تاني على الوش، وبحط من جوز الهند او الشوكولاته السمراء بطريقه سهله وبسيطه كده. اتمنى من حبايب قلبي اللي ما شاركوش في القناه يشاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يتفرجوا عليه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.